لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسند عن الزهري عن عروة، شوف ركز لا تقول لي بلاغات، عن عائشة عن النبي في علي والعباس، وعقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي فقال أبو عبد الله كيف، فلما عرفها فقال ما يعجبني أن تكتبها بالأحاديث. أحمد بن حنبل لما عرف كيف أمر خالدا بعلي قال فلما عرفها قال لا يعجبني أن تكتبها بالأحاديث. وفي الحاشية يقول ماذا؟ إسناد كلام أحمد صحيح. إذن ما هو الشيء الذي أمر به أبو بكر؟ هل أمر بأن يحرق دار علي؟ هذا قرينة واضحة، وإلا علماء في كتاب الأنساب في الجزء الأول ماذا؟ في الصفحة 176 يقول كان أمر خالد بن الوليد أن ويهتل عليا. وأنا هنا انتهى وقتي، أتمنى تحل هذه الإلزامات الحيدرية. يعني تفضل ابدأ الجولة. يلا بينا يا أخوان، يلا بينا يا العلماء. طيب الحمد لله. شوف أبدأ من حيث انتهى. أولا ما تقوليش القرائن، أنا عايز نص صريح. أنت إلى الآن ساعتين المناظرة الماضية أمام متابعين وأنت عجزت عجزا تاما أن تثبت برواية شيعية صحيحة على مباني الشيعة أن فاطمة أحرق دارها أو هددت. بالله عليكم يا أخوان، عمركم شفتوا دين لا يستطيع أن يثبت اعتقاده من أصل كتبه؟ أنا فهم الشيعي لا يلزمني. عمرو بن دينار اللي بتتكلم عنه، هل عمرو بن دينار حضر؟ هذا تابعي. إيش دخلوا بوقت فاطمة؟ كان بينهما شيء، لم يحضر الواقعة. والرواية اللي انت أتيت بها قال رسول الله مسند أحمد، انت لم تقرأ لي سند تقول وافقه الذهبي، وكلنا يعلم أن الحاكم متساهل في التضعيف والذهبي مجتهد قد يخطئ وقد يصيب. وأنا اشترطت عليك من المناظرة الماضية أمام المتابعين إذا أتيت بنص تقرأه كاملا، وأنت تخطف من هنا وتخطف من هنا. طب ما أنا ممكن أقول لك علي بن أبي طالب متى تزوج بعد فاطمة؟ ما كملش بعدها بفترة قليلة تزوج. إذن هذه قرينة على أن علي قتل فاطمة. طب علي بن أبي طالب لما خطب بنت أبي جهل برواية وقال الشيعة عنها أنها معتبرة، وفاطمة ذهبت إلى رسول الله باكية وزاعرة والنبي كان يشكو. إذن هذه قرينة تثبت أن فاطمة رفضت فعل علي، فهذه قرينة تثبت أن علي أراد أن يتخلص من فاطمة. ما هي دي قرائن. ما أنت هتقول لي دي قرائن عشان الصحابة أحرقوا الدار أو هددوا الدار أو قتلوا فاطمة. أدي عندك قرينة رقم واحد، علي تزوج بعد فاطمة. جاوب على السؤال ده. بكم مدة؟ بمدة قليلة جدا كما قال علماء. تاني حاجة، فاطمة رضي الله عنها لما خطب بنت أبي جهل غضبت عليه علي بن أبي طالب، وعلماء قالوا في عين الحال الرواية معتبرة في الأستاذ عبد الله شبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بحر الأنوار عندك أنه أعرض لما دخل على فاطمة وهي لابسة قلادة فأعرض عنها. إذن النبي فاطمة لا تعلم سنة النبي. أيضا فاطمة عندك أخرجت لك الرواية عندما شتمت علي قالت له نصا اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجل فخال كريش الأعزل. قال عبد الله شبر أن هذا أي عذري في سوء الأدب. وكذلك قال محمد بكر المجلسي، وهذا دليل على أن علماء الشيعة عبد الله شبر والمرزا جواز التبريزي وأيضا محمد بكر المجلسي قالوا أن فاطمة أساءت الأدب في هذه الألفاظ لعلي. إذن علي بن أبي طالب على هذه القرائن أراد أن يتخلص من فاطمة فقتلها على هذا الفهم السقيم. لكن أنا ما بلزمكش بالقرائن اللي انت عملت تديها لي. انت عندك نعمة الله الجزائري وما عجزت ترد على المناظرة اللي فاتت، قال أن الشيعة كانوا يسعون في قتل الأئمة ولعنهم أمام خلفاء الجور ولم يقبل إمام فيهم أي كلمة وهم ثقات عدول. رجاء بن الضحاك عندك سعى في قتل أبي الحسن ومع ذلك هو عندك من الثقات الأجلاء. وبرواية صححها الخوئي أن هشام بن الحكم الذي روى لكم نص روايات التوحيد سعى في قتل أبي الحسن الرضا وصححها الخوئي. كل كلمة أقولها هنا أستطيع أن أطلع الكمبيوتر وأثبتها بالنص عندك. إذن أنت إلى الآن عاجز ان انت تعطينا روايه واحده صحيحه ان فاطمه احرق دارها او هددت. تقول لي اجتمعوا على علي. اذا انت عندك اصلا الصحابه المنتجبين لم يبايعوا علي بن ابي طالب لا في حياه النبي ولا بعد موت النبي. كنت عندك كل مدرسه رسول الله والعياذ بالله فاشله.
من أصلا كان يعترف بعلي إنهم يكنون لك شيئا أو كان بينه شيء؟ جايب لي روايات مرسلة وجاي تحتج بها. أي رواية تذكرها قلت لك اقرأها من أولها إلى آخرها. ما زال التحدي قائم يا شيعة، يا شيعة ساعتين المناظرة اللي فاتت وأدي أمامكم يا جماعة الخير مغمض عينيا بتحدى برواية شيعية. يا رجل انصروا التشيع، يا من تتشيع عن جهل انصر التشيع برواية صحيحة على مباني الشيعة. وأنا مغمض العينين قسما بالله لو أتيت لي برواية شيعية صحيحة على أن فاطمة أحرق دارها أو كسر ضلعها لأسكر بس مدى الحياة. أنت ضعيف، أنت ضعيف قسما بالله. أنا ما غمضت عينيا إلا أنت كل كلامك شبهات. أنت عاجز تنصر التشيع من كتبك. كتبك فين؟ فين الروايات الشيعية الصحيحة؟ اشترطت عليك تقرأ الرواية كاملة من أولها إلى آخرها. ليه بتقتص من الروايات؟ يقول المانع ليه؟ عايزين دليل يا جماعة. هستنى كام يوم بقى؟ شنو يعني هذا؟ كام يوم أقول يا رجل رواية واحدة عاجز تأتي بيها؟ رواية واحدة عاجز تأتي بيها؟ رواية واحدة صحيحة يا ناس؟ معقولة يا شيعة دينكم كله ليس فيه رواية صحيحة على مباني الشيعة أن فاطمة أحرق دارها وكسر ضلعها وأسقط جنينها؟ رواية أبو بكر في مسألة فدك، احنا قلنا لك لو عايز مناظرة في فدك نناظرك في فدك، لأن فاطمة رضي الله عنها أغضبها علي 3 مرات. فلو لو تنزلنا إن احنا قلنا مدرجات الزهري، فلو تنزلنا أن غضب فاطمة يستلزم والعياذ بالله النار، فأدي علي أغضب فاطمة عندما خطب بنت أبي جهل، عندما دخلت عليه وجدت رأسه في حجر الجارية وقالت له فعلت يا أبا الحسن، وعندما قالت له اشتمت مشيمة الجنين، وقال المجلسي وعبد الله شبر ومحمد باقر المجلسي هيعود لي في سوء الأدب. رواية واحدة صحيحة مش عارف وزيادة طبعا أعطيتك. يلا ابدأ الجولة. ما زلنا ننتظر الرواية الصحيحة. أبشر من هاي العين لهاي واحد يا إخوان خلي بالكم يا رب. يلا ابدأ الجولة. ابدأ الجولة. ابدأ الجولة وبعدين غمض. يلا أي رواية لا يرد عليها إلا لم تقرأ كاملة حتى من الشيعة والسنة بسندها. هذا جائز. يلا بدأ وقتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اخواني هو يريدني اقرا كل روايه كامله، وانا اغلب الروايات اقراها كامله، لكن اللي في صحيح البخاري طويله ما اعرف يمكن صفحتين، يعني يريدني اخلص المناظره وانا ما مخلص اقرا روايه. شنو هذا الكلام؟ بعدين انت مو كل شيء تاخذه تقرا بالنص، انت حاط الوصله وقاعد ترمي شبهات. وان عندكم وعندكم هسه ادري حط وصله بس على الاقل اعطي جزء صفحه، اعطي شيء دليل كذا. فقط عندكم معصوم عندكم معصوم عندكم. لو سمحت وقتي لا تقاطعني. خليك مستمع. انت حاطط قناع لا تشخصن. طيب لو سمحت حط هذا وقت قاعد يمشي. طيب اخوان هو ذكر مساله خطوبه بنت ابي جهل وان فاطمه يعني علي اغضب فاطمه. جميل جدا اخواني، هذه المساله ذكرها عندنا وورد عندنا الجواب. انا ما راح اجاوب على هذا الشبهه، ساترك امير المؤمنين عندنا يجيب عليه، لانه ورد عن امير المؤمنين في بحار الانوار للعلامه المجلسي جزء 43 صفحه 134 انه قال: فوالله ما اغضبتها ولا اكرهتها على امر حتى قبضها الله عز وجل، ولا اغضبتني ولا عصت لي امرا، ولقد كنت انظر اليها فتنكشف عني الهموم والاحزان. هذا واحد. اثنين، ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام انه قال في كتاب الامال للشيخ الصدوق، لو سمحت لا تقاطع لو سمحت، في كتاب الامال للشيخ الصدوق في الصفحه 165 يقول: الم ينسبوه الى انه عليه السلام اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل على فاطمه عليه السلام، وان رسول الله شكاه على المنبر فقال ان عليا يريد ان يتزوج ابنته الى اخره. تمام. فقال فاطمه بضعه من الى اخره. قال الصادق: يا علقمة ما أعجب أقاويل الناس في علي. أنت تتكلم عن أمور أصلا لم تثبت عندنا، بل الزيادة على ذلك أنها لم تثبت عندكم أيضا. أنت تجهل كتبك يا رجل، لأنه عندك هذا الآن. شوفوا إخواني أمامكم على الشاشة هذا صحيح البخاري، التعليق على صحيح البخاري لفضيلة الشيخ ابن العثيمين. شيخك ابن العثيمين ماذا يقول في الصفحة 507؟ يقول: وقد كان هذا حينما
تحدث الناس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم كلاما شديدا منه هذه الكلمة، فمن أغضبها أغضبني، إلى أن يقول ولكننا لا نقول هذا، بل نقول إن علي بن أبي طالب ما خطب ابنة أبي جهل، إنما رسول الله تكلم بناء على ما قيل. الله أكبر، حق لكم اليوم أن تفخروا. يتكلم بشبهات لم تثبت عنده ولم تثبت عندنا. الله أكبر. أنا ما راح أترك التعليق لكم أخواني. الآن تعلمون ما هي المصيبة أخواني؟ رمى بتصحيحات تلميذ ابن تيمية الذهبي عرض الجدار. دعونا الآن نترك شيخه وصاحبه أبو عمر الباحث يرد عليه. اسمعوا. لا تشغل لي فيديوهات لو سمحت، اشغل لك كمان اللي حيقدر يهدم دينك. لا تشغل لي لو سمحت لا تقاطع، هذا أنا حر، هذا استدلال يعتبر. طيب نتوقف بيها، نقول اللهم علمنا ما ينفعنا. رواية شيعية يقول لك اشغل لك مقطع. تفضل. علما ينفعنا وعملا يرفعنا واختم بالصالحات أعمالنا. اسمع أخواني. واجعل تجمعنا هذا تجمعا مشكورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا مرحوما مغفورا. فيقول قوموا قد غفر لكم. نسأل الله تعالى دين يوتيوب هو القادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا طبعا لا تقاطع لو سمحت، وقتي قاعد يمشي. لا تشوش، لا تشوش، لا تشوش، لا تشوش. خلاص ما لك علاقة، بعدين أخوة يسمعون. لا تشوش. بالله عليكم يا اهل التيك توك سمعتوا حاجه؟ لكن هاي لله. صح. احنا في مناظره على التيك توك وواقف. شيخه اخواني اذا تراجعون بالمساله، شيخه هذا صاحبه ابو عمر الباحث هذا اللي يرد الشبهات، يقول ان الامام الذهبي لا يتكلم الا بالحق وهو الميزان في الرجال. وهذا هاشم هنداوي يقول الذهبي اجتهد واخطا ولا كان له اي قيمه في التصحيح، ولا كان له. وهذا يقول هو الميزان في الرجال. هذه لكم الحكم ان شاء الله. الان اخواني ركزوا معي. بينا في الحلقه الاولى 4 طرق معتبره في كتب الشيعه، وبينا 6 طرق في كتب السنة، وأثبتنا صحة طريق المصنف لابن أبي شيبة. الآن هو سيقول لماذا أتيني بسند صحيح وأنا أتيته ب4 طرق أسانيد صحيحة معتبرة عندنا، وسأتيك سند صحيح. طبعا أنا للأسف الآن باقي لي 10 ثواني. في المداخلة الجاية أنا أتحداك أن ترد رد علمي كما على منهجنا في هذا السند القادم لك في المداخلة القادمة. تفضل ابدأ جولتك من الآن إخواني حتى تعرفون. الحمد لله يا اخوان، يلا بينا. طيب اخواننا الكرام، هو طبعا الشيعي يجهل مباني اهل السنه. اهل السنه ان قول العالم يحتج له لا يحتج به. الامام الذهبي او غير الذهبي رحمه الله عليهم اجمعين اذا صحح حديث وفيه راو ضعيف، فقول الذهبي ليس بحجة، لأن الرواية فيها راوي ضعيف، لكنه مصحح. نعم قد يحتج به إن لم يكن في الرواية مطعون فيه. أنت ضربت السيستاني عرض الجدار في مناظرة لي وجعلت ليس له قيمة في التصحيح والتضعيف، والسيستاني من أهم مراجع الشيعة، عندما أتيت لك أنه يقول أن كتاب سليم بن قيس في سنده إشكال. يلا الآن قل لي والله السيستاني عندنا لا قيمة له في التصحيح والتضعيف، لأنه يقول أن كتاب سليم بن قيس ليس فيه إشكال. يقول الرواية لم تثبت عندنا وعنده. يعني علماءك اللي قالوا أن الرواية معتبرة، هؤلاء لا قيمة لهم عندك؟ أنت عايز تشخصنا على العلماء؟ علماء قالوا أنه بسند معتبر عندما خاطب بنت أبي جهل، بل وعند عبد الله شبر بسند معتبر وغيره أن علي بن أبي طالب لما دخلت عليه ووجدت رأسه في حجر الجارية قالت فعلتها يا أبا الحسن؟ قال ما فعلت شيء. قال ائذن لي في المسير إلى أبي، فترك. لم تصدق عليه أصلا. إذن علي بن أبي طالب، ولم ترد على علمائك المجلسي يلا الآن أتحداك أنت لا أسقط المجلسي. والله محمد بكر المجلسي عندما فسر كلام فاطمة أي عذري في سوء الأدب، هذا لا قيمة له في التصحيح والتضعيف. يلا فسر كلام عبد الله شبر عندما فسر كلام فاطمة أي عذري في سوء الأدب، قل لا قيمة له في التصحيح والتضعيف. الآن فسر كلام المرزا جواز التبريزي عندما قال أي عذري في سوء الأدب واعتبر بهذا الكلام، قل والله عندنا لا قيمة له في التصحيح والتضعيف. إذا لماذا تجيز على علمائك الاجتهاد
ولا تجيز على علماؤنا الاجتهاد، مع ان محمد رضا المظفر، على فكره انت لا يحل لك اصلا في دينك ان ترد على السيستاني. محمد رضا المظفر في عقائد الاماميه قال نصا: وعقيدتنا في المجتهد. معلش يا جماعه، السيستاني عنده مش مجتهد. انا عايزك تقول عندنا السيستاني مش مجتهد، قسما بالله تحداك. يقول: عقيدتنا في المجتهد انه نائب عن الامام في زمن الغيبه، والرد عليه رد على الامام، والرد على الامام رد على الله. تأتيني بروايات، أنا بقول لك لا. حتى يقول: جاء في بحر الأنوار عن علي بن أبي طالب سئل عن هذه المسألة لم يقرأ لكم سند يا شيعة. يا رجل بقول لك من شرط أنا في أول، ارجعوا للمناظرة البارحة، أول امبارح قلت له شرطي الوحيد إذا قرأت نص تقرأ الرواية من أولها إلى آخرها. أي كلام مشطور لا قيمة له علميا. أنت بتناقش بعلم ولا بتقطع، بتقص بعض الكلمات وترمي شمال ويمين؟ ده مش علم. لازم تقرأ الرواية بسندها. تدلس على علي بن أبي طالب وتقول قال علي كذا وكذا ولم تقرأ سندا واحدا للناس. هذا عجيب والله العظيم. بنتحدى برواية واحدة شيعية فقط. دلوقتي كلام الذهبي أهو، كلام الذهبي كما هاشم معروف الحسني قال: ليس عندنا رواية، ليس في الباب رواية معتبرة. محمد حسين ترحيبي ذكرت له هذا الكلام. السيستاني لا يعتبر بكتاب سليم بن قيس الذي ذكر قصة الحرق والتهديد. أنا والله لو قلت لي هؤلاء العلماء عندي لا قيمة لهم في التصحيح والتضعيف، سأقول لك وأنا عندي العالم يجتهد، وقوله ليس بحجة في ذاته وإنما الحجة في النص الصحيح الذي استدل به. بس ببساطة شديدة جدا، احنا عندنا الحديث لا يكون، لابد أن لا يكون مرسلا، وقول العالم يحتج له لا يحتج، بخلاف دين الشيعة. دين الشيعة قول المجتهد حجة، يعني قول السيستاني حجة، ومع ذلك هو ضرب بالسيستاني وضرب بمحمد حسين ترحيبي وضرب بهاشم معروف الحسني في سيرة الأئمة الأثنى عشر. أنا بعامله بنفس أسلوبه، ضرب بيه معضل بضرب. يا رجل ناقش بعلم. الذهبي أو غيره استدل برواية في حرق، مناظرتنا في حرق الدار لا تتشعب حتى لا نتشعب معك. أنت اثبت حرق الدار، ده أنت بتهرب هروبك مخزي أمام الناس، عمال تهرب لخارج حرق الدار. هو أنت مش جاي تناظر في حرق الدار؟ قول لهم والله يا جماعة لا، أنا جاي ألم القرائن. أنت جاي تلم القرائن ولا جاي تثبت حرق الدار أو التهديد؟ وين الرواية الصحيحة بسندها بمتنها؟ أنت مناظر، أنت منصب نفسك مناظر محاور. عند الشيعة يقول الحر العملي في وسائل الشيعة الجزء 30 الصفحة 260: والصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق. خلاص وقتك. برواية واحدة نطالبها يا جماعة من أول انتهى وقتك. انتهى الوقت. يلا ابدأ الجولة. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني، هاشم هنداوي الآن هو خلاص ما عنده أي شيء، بدأ يعيد بشبهاته اللي ردينا عليها بالحلقة الأولى. ذكر مسألة ترحيني وبين أنه هو قاعد يرد على أحاديث الشيعة وينتقد أحاديث الشيعة ويريد يلزمنا على أساس أنه هو شيعي. هذه معجزة. دلس على هاشم معروف حسني، وأنا بينت تدليسه في الحلقة الأولى، اللي يحب يراجع، وتحديته يقرأ الصفحة 131 وما قرأها، وبينت أنه كيف بتر كلامه ورجع يعيد بكلامه. زيادة على ذلك الآن الطامة الكبرى دلس على السيد السيستاني. الله أكبر. هذا أمامكم كتاب الفوائد الفقهية. شوفوا اخوان، هذا الفوائد الفقهية، طباعة الفتوى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، كما في الجزء الثاني. ماذا يقول في الصفحة 159؟ سؤال 404: هل هنالك خصوصية للزهراء في خلقتها وبالنسبة للمصائب التي جرت عليها بعد أبيها من ظلم القوم لها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها؟ ما رأيكم بذلك؟ اسمع جواب: كل ذلك ثابت تاريخيا. ألا تستحون من التدليس؟ يا رجل عيب عليك تنصر دينك بالتدليس. دلست على هاشم معروف حسني وفي مسألة الترحين، والآن السيد السيستاني. يعني أنتم ما تقدرون تنصرون نفسكم إلا بالتدليس؟ والله مصيبة. أنا لا أعجب حينما ذكر ابن حجر العسقلاني ذكر البخاري في طبقات المدلسين. أنتم كيف تنصرون دينكم بالتدليس؟ الله أعلم. هذا أمامكم على الشاشة أخواني، ينصرون دينهم بالتدليس. هذا واحد. اثنين، في مسألة غضب فاطمة على علي احنا ردينا عليها ومن كتبنا، ومسألة الخطوبة ردينا عليها من كتبنا ومن كتبهم باعتراف شيخ ابن العثيمين. فهذه نقطة.
النقطة الثانية، إخواني بارك الله بكم، علي صلوات الله عليه هو في الحلقة الأولى ماذا قال؟ قال لو أثبتت لي بسند صحيح في كتبنا أن حادثة حرق الدار أو كذا، تقدرون ترجعون في نهاية الحلقة الأولى، قال نحن سنتبرأ أو أنه سيتبرأ من علي. يعني هو الآن لا يناقشني في صحة الحادثة، هو أصلا لو ثبتت الحادثة، يعني هو يريد سند، لو ثبتت عنده الحادثة سيتبرأ من علي. إذا على هذه الموازين من باب الإلزام وجب عليك أن تتبرأ من عثمان من باب الإلزام. لماذا؟ لأن عثمان عندك كما نص ابن تيمية أنه كان يستطيع أن يدافع على عرضه، هذا أخواني أمامكم في منهاج السنة، ومع ذلك لم يدافع التزاما بالوصية. إذا أنت يجب عليك على هذه الموازين أن تتبرأ من عثمان، والمسألة ثابتة عندك على عثمان كما في الصفحة 286 يقول ومن المعلوم بالتواتر أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصبر الناس على من نال من عرضه. يعني هو صبر، تخيلوا نالوا من عرض عثمان، نالوا كما يصرح ابن تيمية بالتواتر، ثبت هذا مو سند صحيح، يقول بالتواتر، يقول كان صبور، أصبر الناس على من نال من عرضه. وأنت قلت أنه علي إذا فعل به هذا وبزوجته هذا أنك ستتبرأ منه. إذا وجب عليك في المداخلة القادمة أمام الجميع أن تتبرأ من عثمان، وإلا إن لم تتبرأ من عثمان في المداخلة القادمة فاعلموا يا أيها الناس أن هؤلاء يبغضون علي بن أبي طالب، وأن هؤلاء دينهم هو البغض لعلي بن أبي طالب، وأن المسألة ليست مسألة علم ومباحثة، المسألة عندهم مسألة شخصية مع علي، لأن نفس القصة ونفس الحادثة بالتفصيل وقعت مع عثمان، وعثمان لم يدافع على من نال من عرضه ويعتبرونها فضيلة. أما لو كانت لعلي هو يقول كما في الحلقة السابقة يقول سأتبرأ من علي. إذن وجب عليك أمام الجميع في المداخلة القادمة أن تتبرأ من عثمان، وأنا أتحداك أن تحل إشكال عثمان، لأن نفس الإشكال اللي تطرحه على علي ردها إن استطعت. نكمل كلام ابن تيمية، يقول وكان ماذا؟ وأصبر الناس على من نال من عرضه وعلى من سعى في دمه فحاصروه، إلى أن يقول وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتاله وهو يأمر الناس بالكف. يعني عثمان كان يقدر يدافع، لا تقول لي هو كبير، كان يقدر وعنده أنصار وهو يأمر الناس بالكف، إلى أن يقول ابن تيمية فكان صبر عثمان حتى شنو؟ حتى مات من أعظم فضائله عند المسلمين. أتحداك في هذه المداخلة أنت بين خيارين لا ثالث بينهما، وأحدهما أمر عليك من الآخر، يا إما تتبرأ من عثمان يا إما تتبرأ من علي، وإن لم تتبرأ من عثمان فأنت أمام الجميع لديك حسيكة من علي بن أبي طالب الذي لا يحبه إلا مؤمن. هذا أمام الجميع أخواني تحدي. وثاني شيء لما أنت تطلب طلب وتسأل سؤال لا ترمي 100 شبهة حتى ما تضيع مداخلتي على رد شبهاتك وبعدين تقول ما جاوب على الطلب. خليك بسيط، تفضل ابدأ وقتك لأن خلص الوقت. طيب اعتبر أخي المداخلة اللي جاية لأن دي رابع مداخلة وما أتيت بسند واحد صحيح في كتبك. يريد يهرب أخواني. اخر مداخله ليك مش يهرب، انت اللي هربان عمال تلمس. ليش تريد تهرب؟ لا تطرح 100 شبهه. طيب لا انا جبت لك اربعه في الحلقه الاولى موجوده قدام الجميع، وراح اجيب لك الان في الحلقه الاولى بس لا تطرح. طيب لا تطرح 100 شبهه حتى ما تضيع وقتي في الرد على شبهاتك. تفضل. الان يا اخوان المداخله الاخيره لي، لاني زي ما انتم شايفين اذا تطرح 100 شبهه ما ارد على جوابك. لا تقاطع. أنا مقبض العلمين وكما ترون عاجز يأتينا رواية شيعية يقرأها على الناس صحيحة أن فاطمة أحرق دارها أو حددت. يبقى إحنا بنناقش واحد ما عندوش إلا بس يرمي شبهات وخلاص. أنا أرد لك قد دلوقتي لو سمحت، أنا ما قطعتك ولا حتى بضحك. ما سويت شيء. لا ما تقطع ولا بضحك ولا بشيء لو سمحت. حلو، يعني أنت لما قاطعتني في البداية أنا أيضا كان من المفترض أجدد وقتي. بالضبط كده، لو قطعتك أبقى أجدد وقتي. حلو يلا شوف إخواني حتى تبين. يلا كمل. الآن يا إخوان المداخلة الأخيرة لي اللي جاية والمداخلة الأخيرة لي اللي جاية، لأن أنا عايز رواية. هو دلوقتي تكلم على عرض عثمان، مع إني ذكرت له في المناظرة اللي فاتت أن محمد باقر المجلسي يطعن في عرض علي، وقال في كتاب اسمه حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق أن علي بن أبي طالب قال لسلمان اذهب إلى فاطمة فإنها إليك مشتاقة. اتهم علي في عرضه، هل استطاع أن يرد عليه؟ لا. موضوع عثمان هل له علاقة بحرق دار فاطمة؟
الجواب لا. يبقى احنا عطينا برواية واحنا ردينا على عثمان، لكنه عجز أن يرد على المجلس الذي طعن في عرض علي، لأن عنده يا إخوان البغض لعلي وليس للمراجع. المرجع لو طعن في علي بن أبي طالب بأي شيء، علي ما إيش علي، أهم حاجة المرجع ما يتمسش. ذكرت له محمد بكر المجلسي قال أن فاطمة أساءت الأدب، ما استطاع أن يرد. ذكرت له أن الميرزا جواز التبريزي قال أن فاطمة أساءت الأدب، ما استطاع أن يرد. ذكرت له أن عبد الله شبر قال أن فاطمة أساءت الأدب مع علي، ما استطاع أن يرد على مرجع. لتعلمون أن هؤلاء يقدسون المراجع ولا ينتمون إلى أهل البيت طرفة عين. ابن تيمية بيقول نعم أنا عندي، أنا قلت لك أهو وأنا رديت على عثمان، أنا عندي أن عثمان رضي الله عنه النبي ألبسه لباس لم يخلعه وكف دماءه حتى لا تكون حرب أهلية. تمام، لكن سب عثمان بن عفان كان يسب في عرضه، فهو ما قدرش يدافع كده، مش ما قدرش يدافع، هو سكت حتى يحقن دماء المسلمين. أنت قلت لي علي معه وصية، تحدتك المناظرة اللي فاتت تعطيني برواية بوصية علي حتى نصدق. أنت عاجز يا رجل، عاجز تعطينا الوصية. وين الوصية؟ في البطيخ. بتقول لي علي موصى، فين الوصية؟ لا في البطيخ. بيقول لي دلست على السيستاني، انت اللي ما بتفهمش كلامي انا اعمل لك ايه؟ بقول لك السيستاني يتكلم عن كتاب سليم بن قيس، تروح تجيب لي كلام السيستاني في حرق الدار وكسر الضلع. يا رجل انت بتفهم؟ بقول لك السيستاني يقول ان كتاب سليم بن قيس فيه اشكال. يبقى انت اللي بتدلس على الناس عشان تغمي على كتاب سليم بن قيس. انا ذكرت لك الشيخ هاشم معروف الحسني قال ليس هناك روايه معتبره. انت تقول لي اقرا الصفحه، انا بنقل لك ان هو قال ما فيش روايه معتبره، فانت اللي بتدلس وتقول لي روح اقرا. طب ما تقرا انت للناس، ليه عاجز تبين امام الناس؟ جايب لك محمد حسين ترحيبي طلعته لك ان هو معمم، تقول له اصل بيقول الخليفه بيترقى على اي حد والسلام. تقول ابن حجر يقول ذكر، لا طلعت مصدر ولا طلعت شيء. طب ما عندك علي بن ابراهيم بن هاشم القمي صححت عليات رواياته ومع ذلك لم ياتي بشيء. جابر بن يزيد الجحفي عندك من اهم رواه الائمه، نقل لكم 210,000 روايه، والحر العميل بيقول انه ثقه. واحد شاف الباقر روى عنه كام؟ روى عنه 70,000 روايه. جعفر الصادق في وسائل الشيعة يقول ما رايته عند ابي الا مره. ما شاء الله، شافوا مره راى 70,000 روايه، كويس ان ما شافوش مرتين. بقول لك انت والله عاجز تثبت، بتغير المواضيع، بتروح لعثمان. ليش ما رديت على المجلس؟ يا اخوان الكتاب اسمه حلية المتقين في الاداب والسنن والاخلاق. لم ترد على عالم من علمائك بكلمه واحده، لانك فعلا تقدس المراجع. فانتوا اللي عندكم حسيكه لعلي مش احنا. احنا ما قلنا على علي بن ابي طالب لفظ. انتوا عندكم اوردتوا في تفسير القمي وفي كتاب المعلى بن خنيس قال ان الروايه صحيحه، ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضه، قال فالبعوضه امير المؤمنين. ما قلنا احنا علي بعوضه. يبقى مين اللي عنده حسيكه من علي؟ احنا نقول ان لو ثبت ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كسر ضلع زوجته واسقط جنينها، علي عاش بعد فاطمه لكن عثمان مات قبل زوجته. افهم، علي عاش بعد فاطمه لكن ما قدرش ياخد. عشان كده لو حصل اتبرى منه، رجل عجز ان يدافع عن زوجته. حتى في كتاب التستري آية العلامة التستري يقول الروايات المتواترة المستفيضة أن عمر تزوج بنت علي غصبا عنه. انتوا عندكم التستري بيقول ان علي عايش بنته وعمر بن الخطاب في الحرام. يا رجل جاوب على علمائك. علي عندك مغصوب الخلافة، انتوا اللي عندكم حسيبة من اتهمتوه بالضعف. مغصوب الخلافة 25 سنة، مغصوب أرض زوجته 25 سنة، بنته تزوجت غصبا عنه. مغمض العينين بقول لك رواية واحدة، عمال ترمي شبهات يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال، بدل ما تنصر الشعب رواية واحدة. تقول لي اصل طلعت 4 روايات المناظرة، لا ده انت طلعت 4 جاء عندنا بسند معتبر. ادي رواية 2 3 4. أين الرواية؟ خلص صوتك، يلا خلاص خلاص رواية يا ناس. يلا الآن إذا جبت لك أمام الكل رواية صحيحة في هذه الحادثة تغلق البث بعد وراء هذه المناظرة؟ أنا قلت لك أمام الناس وأنا مغمض والله. تغلق البث. والله لن أبحث عنها في الكمبيوتر. الرواية الصحيحة على تغلق البث؟ الشيعة
على مباني الشيعة بس مدى الحياة، على مباني الشيعة. جميل. يلا ابدأ الجولة في كل المواضع. ابدأ الجولة وتسيبنا نرد على الرواية. آخر مداخلة لك وطلعها، تفضل. جميل. اخواني، طبعا هاشم هنداوي انا راح اعطيه الان الروايه، لكن هو قاعد يمهد للهروب. قبل شوي كان يريد يهرب من المناظره، واحنا متفقين في 3 اجزاء بالتنقيص. لو سمحت لا تقاطع، لا تقاطع. اعيد وقتي. انت ايضا تكلمت على شخصيتي انا. ما عيد الوقت. انا لا قلت ما شخصي. عيد الوقت. ما لك علاقه، لا تقاطع. ما فيش روايه، لا تشخصن لو سمحت. طيب لا تقاطع امام الناس. انا ما قاعد اتجاوز عليك، انا قاعد انتقد. لا تقاطع. لا بتقول يهرب. ايش يهرب دي؟ طيب يلا انت ايضا قلت يدلس وقلت 100 كلمه. الان لو سمحت خلاص ابدا الجوله. قول لي انت تدلس، ما انت قلت لي دلست. طيب يلا خلاص ابدا الجوله. لا تضيع الوقت. يلا خلاص ما لك حق الان تتكلم. ابدا الوقت يلا. اتفضل. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عموما اخواني، هو امامكم قال: لو اتيت لي برواية صحيحة في حادثة حرق الدار على مباني الشيعة سوف يغلق البث إلى النهاية. بعد خلاص ما يفتح بث. والآن أمامكم سأتي برواية صحيحة على مباني الشيعة وبتصحيح علماء الشيعة، وبعدها نطلب منها أن يغلق البث. شوفوا أخوان، أولا هذا كتاب مأساة الزهراء للشيخ جعفر مرتضى العاملي، تمام؟ في الجزء الثاني ماذا يقول؟ يقول في صفحة 66 لما يتكلم بسنده عن محمد، حتى راح اقرا له السند، عن محمد بن هارون بن موسى العكبري عن ابيه عن محمد بن همام عن احمد البرقي عن احمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق قال: قبضت فاطمة في جماد الآخرة يوم الثلاثاء ل3 خلون منه سنة 11 من الهجرة، وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف فأمره فأسقطت، أو بأمره يعني بأمر عمر، فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. ماذا يقول؟ يقول ولما يتكلم عن نفس الرواية مرتضى العامل يقول: وسند الرواية صحيح، والمصدر دلائل الإمام محمد بن جرير الطبري الإمامي صحيح. هذا التصحيح الأول. يلا على مباني الشيعة أخواني. 2 الشيخ عبد المحسن عبد الزهراء القطيفي في الصفحة 63 ماذا يقول؟ أيضا يقول: وروى الطبري في دلائل الإمامة، إلى أن يقول في الحاشية: وقد صححنا هذه الرواية في أواخر الكتاب. إذن هذا 2 عالم شيعي أيضا على مباني الشيعة صححها. 3 في خلاصة معرفية في الصفحة 103 للشيخ محمد السند آية الله، طبعا مع حوار مع سماحة آية الله محمد السند. ماذا يقول؟ يقول: وروى الطبري بسند صحيح عال كلهم من أعيان الإمامية. ثم تقول سند صحيح إمامية، كلهم يقول من أعيان الإمامية. إذن هذا العالم الثالث في الصفحة 103. يلا أزيد 4. اليوم أخليك تغلق البث المفروض. هذا كتاب الحوزة العلمية، تمام، للهاشمي. ماذا يقول؟ يقول في الصفحة 121 6: ورواية دلائل الإمامة صحيحة السند، الصحيحة السند. يلا كم عالم اخواني؟ 1 2 3 4. نزيد يمكن ما يقتنع. هذا كتاب بيت الأحزان في أحوال سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء الشيخ الجليل المحدث البصير الحاج الشيخ عباس القمي. من أنت اللي تتطفل على علمائنا هؤلاء؟ هذه موازين الإمامية، مو فقط أنتم تعبدون الإسناد وتتشددون في الإسناد، هذه موازين الإمامية. ماذا يقول؟ يقول في صفحة 189 وروى محمد بن جرير الطبري بسند معتبر. هذا رقم كم؟ رقم 5. أجيب لك العالم السادس ولا خلاص؟ يقول لك ما يصير الضرب بالميت، ما يصير. هذا صراط النجاة اخواني في الصفحة 441. ماذا يقول؟ هذا صراط النجاة على فكرة في أجوبة واستفتاءات لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمشاهدين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي. يقول: ويؤيد أيضا ما في البحار جزء 43 إلى آخره عن دلائل الإمامة للطبري بسند معتبر. ها 6 علماء صححوا الرواية. أزيد ولا كافي اخواني؟ خطية. أزيد ولا كافي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات حتى يغلق البث. يلا هذه على موازيننا. أنت لا تتطفل. راح يقول لي العكبري هنالك من قال أنه مجهول وابن سنان وكذا، هذا لا يروي عن هذا.
يا رجل شبهاتك جدا جدا ركيكة، جدا ركيكة. وهؤلاء العلماء يعلمون بأحوال الرجال، ويعلمون بمسألة العكبري، ويعلمون أن هنالك من وثقه، ويعلمون بمسألة ابن سنان، وهي على موازينهم صحيحة السند معتبرة شئت أم أبيت. فالآن يا أخواني 1 2 3 4 5 6 علماء من علماء الشيعة، من أكابر علماء الشيعة صححوا رواية في هذه الحادثة. أزيد إخواني؟ نزيد. هذا كتاب مرآة الكمال، تمام؟ تأليف فقيد العلم والتقى آية الله العظمى الشيخ عبد الله المامقاني قدس سره، الجزء الثالث، يقول في الصفحة 267: وعن دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الإمامي مسندا بسند قوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله، وذكر الخبر. 7 عدد سماوات ال7. جئت لك ب7 مصححين محققين، منهم مراجع، منهم فقهاء، منهم مجتهدين، منهم آيات الله، صححوا هذا السند. وجعلت ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. والآن أنت مطالب أمام الجميع أن تغلق البث. وهذه شبهاتك مال العكبري مجهول كلها سأرد عليها وسأجعلها في مهب الريح، وكذلك شبهة ابن مسكان. تفضل يلا اخواني شجعوه، خليه يغلق بثه. خلاص بعد انتهت المناظرة، المفروض خليه يغلق بثه. بس المفروض نستمر لأن متفقين 3 أجزاء. يلا تفضل. الحين نرد على الرواية. طيب يلا. أحبتنا الكرام، الحمد لله ولله الحمد. يقول لك هذه الرواية صحيحة على مباني الشيعة. ما هو الصحيح عند الشيعة؟ الصحيح عند الشيعة ما رواه العدل الإمام الضابط في جميع الطبقات. صح يا أستاذ؟ أسأل الله من وقتي. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ رد علي. صح ولا غلط؟ ليش ما بيرد؟ كنت حاط ميوت انت ما تسمعني. نعم صحيح، لأنه جبت لك أنه يقول من أعيان الإمامية. أخرج لي أن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري من العدول الإمامية. تفضل. أبشر. تريد الآن ولا من وقتي؟ تريد الآن ولا من وقتي؟ جاهز الآن ولا شوية؟ أنا بكل الأحوال جاهز. يلا الآن شوفوا إخواني، هذه تصحيحات التلعكبري. نبدأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ما ورد في بحار الأنوار تأليف الشيخ محمد باقر المجلسي، الجزء الأول في الصفحة 33. يقول اسمع أخواني: ويظهر من الكفعمي أنه مجموع الدعوات للشيخ الجليل أبي الحسين محمد بن هارون التلعكبري، وهو من أكابر المحدثين على قولتكم. بوم. زيادة على ذلك في كتاب أمل الآمال. خلينا نكمل. لا ما يتحمل أكمل. لا ما تغلوش. يلا كمل وقتك. اخواني الاحبه الكرام، اولا في واحد اسمه مشرعة بحار الانوار لمحمد آصف محسن، يقول ان الروايات التي جاءت في مظلوميه فاطمه واخرجتها المناظره اللي فاتت لا يصح في الباب روايه معتبره. اصلا محمد بن جرير الطبري عندك لم يوثقه اي عالم شيعي، لان عند الشيعة يا جماعه في الطبري الصغير وفي الطبري الكبير اللي هو ابن رستم صاحب التاريخ، وفي الطبري الصغير اللي هو صاحب كتاب دلائل الإمامة. هذا لا يوجد عالم شيعي من علماء التوثيق والتضعيف وثق محمد بن جرير الطبري الصغير، فدي أول بوم. أيضا محمد آصف محسني قال محمد بن هارون التلعكبري مجهول، تاني بوم. أيضا المفيد من معجم رجال الحديث محمد الجواهري قال محمد بن هارون بن موسى التلعكبري مجهول، ادي ثالث بوم. ايضا زبدة المقال في الرجال، لا اذكر اسم المؤلف صراحة، لكنه قال محمد بن هارون التلعكبري مجهول. فدي اول واحد. طلعت له انا في المناظرة اللي فاتت وترجعوا ليها ان عبد الله بن سنان لم يروي أصلا عن ابن مسكان، وإنما عبد الله بن سنان روى عن غيره. وأخرجت له عالم شيعي لا أذكر اسمه صراحة على الشاشة مباشرة أن رواية عبد الله بن سنان عن ابن مسكان لا تصح،
وأن الراوي عن ابن سنان هو عن ابن مسكان هو محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعفه النجاشي وضعفه الطوسي فضعفه علماءك فأدتان. إذن أنت مطالب بداية أن تقول كل العلماء الذين قالوا أن محمد بن هارون التلعكبري هؤلاء جهل محمد آصف محسني والجواهري، وأيضا تعطينا رواية واحدة صحيحة، لأن هذه على مباني الإمامية ليست صحيحة. أخرج لي من علماء الرجال. نعم الآن ردت لك على الرواية. في وقت ليا ولا لسه آخر دقيقة؟ خلينا أطلع لكم يا أخوان على الشاشة عشان أثبت لكم كلامي في آخر دقيقة، وأبقى مدي لوقتي لو سمحت، مدي لوقتي لو دقيقتين وهديك أنا دقيقتين علشان أبين الكلام اللي أنا قلته يا أخوان. تمام؟ يا الله يا كريم يا ولي الصابرين. رواية التلعكبري. اخواني ترك الخرقه الشيخ بعد ما يقدر يكمل بالخرقه. اولا ما اسمهاش خرقه بدل البقعه. خرقه اي خرقه عندنا باللهجه. لا واحنا عندنا اللي انت حاططها في وشك دي بقعه لو سمحت، اللي انت حاططها في وشك دي بقعه بتتعارض. مش عايز اتكلم يعني، قلت لك لا شخص. انا ما قاعد اتجاوز، هي عندنا باللهجه العراقيه خرقه. انا كده اجدد مسبه يعني. انا كده اجدد دلوقتي وده حقي. لا ما تعيده من البدايه. لا خلاص كمل. لا نقرا اللي تريده وخلاص. انا اجدد دلوقتي لو سمحت. انت مو تريد تقرا اللي تريده، اقرا اللي تريده. طيب ماشي نقرا. يلا اقرا. نطلع. شوفوا يا اخوان توثيق المتاخرين. يلا جدد. ادخل جوله علشان نصف الوقت تاخده انت. حيا الله ابو احمد، عشان نصف الوقت تاخده. كمل هذا موجود دقيقتين و50 ثانيه. كملها. دقيقتين و50 ثانيه. بصوا يا جماعه الخير، امامكم الان عندي رجال النجاشي يقول طبعا طبعا رجال النجاشي يقول انه لا عبره بالرجال المجلسي. ادي زبده المقال يا اخوان. السيد بسام مرتضى محمد بن هارون التلعكبري ابو الحسين ايش حكمه؟ مجهول. ادي واحد. تعالوا بصوا يا جماعه. خلاص قرأت اللي تريده. طيب خلاص. لا تقاطع. وقتك انتهى اصلا. ما انا سايب لك 2 دقيقتين. مو تابي ذكرتها من البدايه، انت قاعد تكرر من دقيقتين ونص عشان اثبت كلامي للناس. مو انت قاعد تكرر، انت ما قاعد تسوي شيء يا رجل. اترك لي. يلا كمل براحتك. انا قلت هثبت كلامي للناس عشان اثبت ان الروايه اللي انت جايبها مهلهله. يلا كمل راح ارد على هذا الكلام. دينك بروايه ضعيفه. ابقى خد 2 دقيقتين ونص. دول 2 دقيقتين ونص لو سمحت. كملها. اي بعدها دقيقتين. كمل يا استاذي. خلاص. ادي كتاب المفيد من معجم رجال الحديث محمد الجواهري. محمد بن هارون بن موسى التلعكبري عن ابيه مجهول. الله اكبر. تعالوا يا جماعه الخير. بصوا يا اخوان، دين الشيعه كله يستند على روايه كلها مجاهيل وضعفاء. ادي كتاب دلائل الامامه للطبري، الروايه اللي جابها. ادي يا اخوان محمد بن سنان. خليني الاول اطلع لكم كتاب. شوف ده مين اهو؟ غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام. المرزا ابو القاسم الكمي. هل علماءك دول جهله وانت الاعلم؟ يقول المرجح لكون ابن سنان هو محمد بن سنان. هو انه لم تثبت روايه عبد الله بن سنان عن ابن مسكان، ولكن روايه محمد بن سنان ثابته عنه. محمد بن سنان عند الشيعه محمد بن سنان الضعفاء من رجال الحديث الساعدي يقول خلاصه القول فيه ضعيف متهم بالغلو. ضعفه ابن شاذان وابن عقدة والمفيد وابن الغضائري. الله أكبر. كتاب نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظر. الشيخ يحيى بن سعيد الحلي يقول محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان. الله أكبر يا ناس. هذا دين الشيعة. هذه مشروعة بحر الأنوار آية الله محمد آصف محسني يقول الباب ما وقع عليها من الظلم وبكائها وحزنها وشاكيتها في مرضها شهادتها فيه أكثر من 50 رواية والمعتبر منها برقم كذا وكذا. طب رواية ابن دلائل الطبري رقم 43. الآن أخرج لي توثيق محمد بن جرير الطبري هذا الصغير، الطبري الصغير، وأخرج لي عدل وإمامة ابن سنان محمد بن سنان، وأخرج لي عدل وإمامة محمد بن هارون التلعكبري للناس في 2.5 دقيقة. لك مني 2.5 دقيقة. شنو لك؟ خلص وقتك. خلص ابدأ الجولة.
لا مش جولة، دقيقتين ونص المناظرة. شنو دقيقتين ونص حبيبي؟ لا 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 خلينا ارد. لا 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 شوف اخواني، يخاف من 5 دقائق. لا 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 خليك مثل ما اتفقنا، لا تخالف اتفاق الحوار. لا 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 انا قلت انت ليش تخاف من 5 دقائق؟ انا اعطيتك فوق ال5 دقائق. لا لا انا قلت شوف امامي اخواني، انا قلت امامي. لا انا ما اتفقت معك، ما اتفقت معك. هاخد دقيقتين ونص واسيب لك دقيقتين ونص. اي اخذت انت زياده على ال5 دقائق دقيقتين ونص. ايوه خلاص خد دقيقتين ونص واثبت لي، جاوبني على اسئلتي. راح اثبت لك، ابشر. بس ابدا وقتي لو سمحت، لا تعرقل المناظره. بس لا ابدا وقتي، ابدا. لا مثل ما اتفقنا، لا تخالف الاتفاق، موجود اتفاقنا من بدايه الحلقه الاولى. من الحلقه الاولى متفقين. اعطيني ال5 دقائق واخذ 5 دقائق ونكمل على هذا الوضع. يلا ابدا. لا ما نكمل، انت اعتبر روايه ضعيفه مهلهله. الان راح اثبت لك ايضا صحتها وارد على هذا الكلام. يلا ابدا الوقت. احنا مش شايفين المصادر هنا، المصدر بعيد اساسا. كل شوي يعطي حجه. ابدا الوقت لو سمحت. كل شويه يعطي حجه، انت اللي ابدا الوقت. ابدا الوقت، خلينا ارد عليك. هنديله 5 دقائق واحنا 5 دقائق اخيره يا اخوان لو سمحت. لا مو بكيفك، احنا متفقين ساعه ونص. لا ما فيش من كيفك، انت هتقعد خلاص ابدا الوقت. ابدا الوقت. انا اعرف كلامي ثقيل. ابدا الوقت. انا طلبت والله ده كلام انا اللي نار عليك. لا خلاص يلا ابدا خلينا ارد. يلا ابدا خلينا ارد. شوف اخواني قاعد اضيع الوقت الان. ابدا خلينا ارد. الاسئله قبل ما اديك. لا وقتك خلص وزياده. ما تعيد كلامك. انا سمعت كلامك. محمد بن هارون شوف اخواني والله هذا شنو هذه المناظره؟ الان بدات هذه المساله الان. يلا ابدا الوقت لو سمحت. استاذ انت ليك اخر دقيقتين ونص عندي ليك في لا غير رايي اخواني، كل شوي غير رايي. ابدا انت قلت 5 دقائق وافقت. ابدا يلا. اخر 5 دقائق لي و5 دقائق لي. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حق لكم أن تفخروا إخواني الرافضة، بارك الله فيكم، والله هذا النصر العظيم. إخواني شوفوا، بالنسبة لما ذكره وأنا رديت كل هذا اللي ذكره، مال هذا مجهول، قال عنه مجهول، قال عنه كذا، قال عنه، كله رديته في الحلقة الأولى. مجرد تكرار. أنا قلت لكم هذه المناظرة مجرد تكرار صار، رديت عليه. أنا قلت لك من الحلقة الأولى، قلت لك لو كان هنالك راوي وعند محدث من المحدثين أو عند مترجم من المترجمين ما وصله حاله، لم تصله أخبار عنه، هو لم يعرف. فإذا كتب مجهول، نعم هو مجهول عنده لا يعلم بحاله. لكن إذا وردت توثيقاته وتراجمه من محدثين ثانيين ثقات وإمامية، إذا نقول أن هذا الشخص نعم عند هؤلاء هو مجهول حاله لا يعلمون به، لكن عند هؤلاء الثقات يعلمون بحاله وقالوا عنه أنه من أكابر المحدثين وأنه ثقة وأنه كذا. فإذا في هذا المقام لا يصح هكذا أن يؤخذ بهذه المسألة. وإلا إذا أنت تتشدد بهذا السند بهذه الطريقة، فأنا أتحداك أمام الجميع أن تأتي لي بشخص واحد ليس اثنين، واحد وثق الفرابري ناقل صحيح البخاري من عاصره، أصح كتاب عندك بعد القرآن. لا تقاطع، راح أعيد وقتي. شوف إخواني يخاف من التحدي، هذا إلزام عليك حتى ما ترد. عيد وقتي لو سمحت. عيد الوقت. لا ما عيدش وقتك، أنت إيش قبل؟ لا قاطعت. عيد الجولة. هذا إلزام عليك. إلزام عليك. إلزام على منهجك. والله ما عيد. يلا آخذ دقيقتين ونص فوق ال5. يلا عيد. خلاص أنا إلزام. هذا إلزام على منهجك بالسند. هذا إلزام على منهجك بالسند. يا أخي لا تقاطع. شوف إخواني بدأ يقاطع. صدقوني ما يتحمل 5 دقائق. 5 دقائق ما يتحمل من عندي، يقاطع. يا رجل أنت ابدأ الجولة. خلي الحكم للمشاهد. لا تشخصن. شفتوا يا جماعه؟ الله اكبر، والله كبروا يا اخوان. والله انا ما راح اعلق. انتوا قاعد تشوفون شنو قاعد يصير. تعال يا الجوله. ابدا اتفضل. ابدا الجوله. لا تقاطع لو سمحت. انا مثل ما قاعد اسمعك انت اسمع. اخواني انا ليش تحديت هذا التحدي؟ لان هو يريد ان يتشدد في المنهج السندي. جميل جدا، إلزاما لك بهذا التشدد. اخواني الكرام قدام الكل اتحدى الشيخ هاشم الهنداوي، هذا أصح كتاب عنده بعد القرآن صحيح البخاري، الذي نقله ونسبه للبخاري هو محمد بن يوسف الفرابري، والفرابري عنده ليس بثقة على منهجهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد شخص واحد وثق الفرابري ممن عاصره. وأنا أتحداك يا رجل، أصح كتاب عندك بعد القرآن الآن سيسقط. أتحداك أن تأتي لي شخص واحد، اخواني مو 2 ولا 3 ولا 4، شخص واحد وثق الفرابري، بشرط مو تجيب لي بعيد عنه قرون، تجيب لي ترجمة الذهبي ولا ما ادري منه. اعرف ترى هذا الموضوع باحثه ومستمتع به.
أتحداك أن تأتي لي بشخص واحد وثق الفرابري ممن عاصره. إذا تلتزم بهذا المنهج السندي إذا مبروك عليك، سقط عندك أصح كتاب عندك بعد القرآن، وهو أصلا لم يثبت للبخاري، كتاب منسوب للبخاري، وعلماء يقولون كان مسودة. خلاص ما نغير الموضوع، رديت عليك إلزاما. اثنين، مثل ما بينا، إذا كان مجهول عند بعض العلماء وغيرهم يعلمون بحاله ويعلمون أنه من شيوخ الإمامية وأنه من شيوخ النجاشي وأنه فقه وأنه من أكابر المحدثين، انتهى الإشكال. ومسألة أنه ابن سنان لا يروي عن ابن مسكان بما أن السند الصحيح فيه أنه روى، فهذا دليل على أنه روى في هذا الموضع. فإذا على المشهور هو لا يروي ولكن في هذا الموضع روى. انتهت كل شبهاتك، جعلت ما أتيت به كرماد اشتدت به ريح في يوم العاصف. زيادة على ذلك اخوان، شوفوا قدامكم على الشاشة، هذا التلعكبري قال عنه ماذا؟ هو من أكابر المحدثين. زيادة على ذلك هذا الكتاب أمامكم للشيخ أحمد الحسيني في الصفحة 351 يقول: أبو جعفر بن هارون بن موسى التلعكبري فاضل يروي عن أبيه وكان يحضره النجاشي كما تقدم. أيضا كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة العلامة الشيخ أغا بزرق الطهراني يقول ويروي عن محمد بن هارون بن موسى الذي هو من مشايخ النجاشي. عندنا التلعكبري من مشايخ الإمامية. إخواني، هنالك تدليس آخر لهاشم هنداوي، ادعى أن محمد بن جرير الطبري لم يوثقه أي عالم شيعي. يلا لا تكذب على الشيعة. إخواني راجعوا ما قاله قول أحمد علي النجاشي، قال عنه في المصدر، إن شاء الله راح أعرض لكم المصدر إذا قدرت. ماذا قال عنه؟ قال: جليل من أصحابنا كثير العلم حسن الكلام ثقة في الحديث. هذا في رجال النجاشي صفحة 376. يلا لا تدلس يا رجل. هؤلاء أخواني ينصرون دينهم بالتدليس. يقول ما وثق محمد بن جرير الطبري لم يوثقه أي عالم شيعي. يقول محمد بن جرير الطبري الصغير لم يوثقه أي عالم شيعي. يدلس عينك على العوام. سبحان الله، هذه الآن كلها قاعد تكشف. بعدين هو جاب شبهة سلمان وفاطمة. شبهة سلمان والله يعني شبهات هذه من يمكن 2009 ردينا عليها، وهو قاعد قاعد يطرح شبهات جدا قديمة. اخواني، شبهة سلمان وفاطمة فيها تقريبا رواية على المبنى السندي الأصولي، فيها 3 مجاهيل. ثانيا سلمان من أولي الإربة. ثالثا رواية موجودة في كتبكم بسند صحيح. حتى تشكل علي والله مصيبة. أنا ما أريد أنحرف معاه بالموضوع اخوان، ما أريد، هذه المشكلة. طيب الآن نرجع لموضوع حرق الدار والمناظرة. اخواني اتفقنا على التليجرام 3 أجزاء، وهو من الجزء الثاني يريد ينهي المناظرة، والحكم لكم. أنا أتحداه أن يكمل هذه المناظرة في 3 أجزاء، لأن الذي بجعبتي الكثير وما أتيت به كان القليل، حتى أبين لكم الحادثة بالتفصيل. أتحداه أن يكمل ال3 أجزاء بدون أن ينهي المناظرة، يتحمل 3 أجزاء مثل ما اتفقنا، لأن أنا اتفقت معاه وكل شيء موثق على التليجرام. اتفقت معاه 3 أجزاء. خلينا نشوف هل راح يقدر يتحمل ويكمل أم يعني خلاص بعد ما يقدر يكمل المناظرة. جميل. الآن ما جاوبني على مسألة أن أن أبو بكر أمر خالدا بقتل علي، ما جاوب عليه. ما جاوب على مسألة ضغائن في صدور قوم بتصحيح الذهبي، قال والله الذهبي اجتهد وأخطأ. هذا جواب بالله عليكم. تصحيح الذهبي وتصحيح علماء كلها هيك، أي واحد كلها ضعيف، باقي شوي وضعوا في البخاري. هو ضعف البخاري ذاك اليوم يقول بلاغات الزهري والسند متصل. تمام زين. ما جاوبني على مسألة أن علي عنده فر بفاطمة من أبي بكر، وأنا أثبت له السند ليس عن عمرو بن دينار فقط، هو يروي عن حسن بن محمد أخبره. يعني دلس عليكم وقال وهذا تابعي ما أدرك الحادثة. شوف المصيبة. أيضا ما أجاب. أيضا 6 طرق في الحلقة الأولى ما أجاب عليها، 4 طرق معتبرة ما أجاب عليها، وقاعد يضيع الوقت. أنا أتحداك تصبر وتكمل المناظرة ونشوف إذا راح تهرب ولا لا. تفضل ابدأ مداخلتك الآن. نعم. طب الحمد لله يا إخوان، كل الناس هنا تعلم أنه عجز عن إجابة سؤال. قلت له محمد بن جرير الطبري الصغير جايب لي واحد من الذي وثقه من علماء الشيعة من علماء الرجال؟ طلع لكم يا شيعة كتاب رجالي ليس إلا مدلس يدلس عليكم. أي مقاطعة هجد دلوقتي. محمد يقول لك يعني طلع السيستاني مجهول، السيستاني طلعوا تصحيحه وتضعيفه لا قيمة له لكتاب سليم بن قيس. طلع علماء الشيعة محمد آصف محسني، محمد باقر المجلسي، طلع أيضا الجواهري، طلع كل هؤلاء الذين قالوا أنه مجهول، طلع أنهم لا قيمة لهم علميا. ثم يقول أتحداك في البخاري. يا رجل أنت ما تكلمت عن الذي طعن في عرض فاطمة.
يا رجل المجلس عندك طعن في عرض علي، أورد كتاب في حلية الأدب والسنن والأخلاق، قال له اذهب إلى فاطمة فإنا إليك مشتاقة، فدخل عليها وعليها قطعة عباء، إذا خمرت رأسها انجلى ساقها. أوردها في كتاب الأدب والأخلاق يا بني آدم، عجزت أن تقول في المجلس كلمة؟ أنت مناظر أنت؟ الله أكبر. طيب محمد بن سنان يقول لك هذه كلها رديت عليها ابن سنان عن ابن مسكن، ما طلع أي شيء، مجرد كلام صفصقة لا قيمة له. أتحداه يطلع توثيق الفرابري، كل العلماء مجتمعين على نسخة الفرابري بتصحيحها. لكن أنت عندك يا شيعي، تعال أوريكم يا جماعة الخير من الثقة عند الشيعي، من الذي يؤخذ منه الدين عند الشيعة. شوف معجم رجال الحديث السيد الخوئي المجلد الثامن الصفحة 329 يتكلم عن زياد بن مروان القندي وقول الحسن بن محبوب أنه مات إيش يا أخوان؟ زندي. الله أكبر. ولكنه مع ذلك ثقة. عارفين من الثقة عند الشيعة؟ يوثق الزنادقة يا أخوان. الله أكبر. تعال بص يا جماعة الخير، هذا كتاب وسائل الشعر الحر العميل الجزء 30 يقول: بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمام الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة. تدلس وتكذب على الناس وتقول أنت العكبري وردنا على هذه الإشكال وردنا على هذه الإشكال وأنا أتحداه وأنا، هذا كلام صفصقة ما يقولوش طفل في أولى ابتدائي. تناظر منه أنت يا بني آدم. تعالوا بصوا يا جماعة الخير، هذا استطاع أن يرد على عبد الله شبر الذي قال أن بنت النبي أساءت الأدب. بنت النبي عند الشيعة تسيء الأدب، ما يستطيع أن يرد. يقول أبو بكر أمر بقتل خالد، ما استطاع أن يخرج مصدر بهذا الكلام، مجرد صفصقة. بصوا يا جماعة، يقول يا رجل بيقول لك إساءة الأدب من عمل إيش؟ من عمل الحيوان. المجلس يتهم بنت النبي أنها عملت عمل الحيوان، ما تجرأت أن تتكلم عليه بكلمة. يقول إساءة الأدب دليل على عدم العقل، أو بتعبير آخر عمل حيوان. إيش قال المجلسي؟ إيش قال المجلسي؟ أدي كلام فاطمة، خطبة فاطمة: نقضت قادمة الأجدل فخان كريش الأعزل، قالت عزيري فيك الله حاميا ومنك عاديا. شوفوا يا جماعة الخير علماء الشيعة كيف يطعنون، عندهم حسيكة في بنت النبي، يتجاوزون على المجلس. يقول أي عذري في سوء الأدب، وقولها عذري بنت النبي عندك ساءت الأدب، ما استطعت أن ترد ولو بكلمة، ولو بكلمة. يا رجل اتق الله. أدي كتاب شرح خطبة الزهراء، شوف يقول: وفي بعض النسخ عزيري منك الله حاميا، أي سيئة الأدب عنده، بل وقال أنها خرجت على حدود الآداب. بنت النبي عند الشيعة تخرج عن حدود الآداب. الله أكبر. تعالوا بصوا يا جماعة، عند الشيعة أيضا، عند الشيعة يوثقون من يا إخوان؟ يوثقون من عند الشيعة؟ بص يا مؤمن، بص يا مؤمن، بص عند الشيعة من الثقة عند الشيعة الذي ينقل الدين؟ اتفضل. يقول: ومنها يأتي عن الثقات الأجلاء كأصحاب الإجماع ونحوهم يرون عن الضعفاء. أصحاب الإجماع يرون عن الضعفاء والمجاهيل ويرمون على وحيث يعلمون حالهم، عارفين حالهم، ويرون عنهم ويعملون بحديثهم. دين قائم على الضعفاء وكذا والمجاهيل، دين مع احترامي يعني بلككش. أصحاب الإجماع يرون عن الضعفاء والكذابين ويعملون بحديثهم. إذن أي واحد عاقل الآن، أنا الآن الرجل بقاله يومين معي، ساعتين امبارح وأدي ساعة ونص النهارده، عجز أن يأتينا برواية واحدة صحيحة على مباني الشيعة. عمال يخرج الموضوع ويتكلم، وأنا ما جاوبش على ولا عالم اتهم بنت النبي بإساءة الأدب وطعن في عرض علي، لأنه يقدس المراجع ولا يقدس. انتهت المناظرة. لا تهرب، خلينا نكمل. لا حيهرب اخوان، حيهرب. شوفوا لا خلاص، ابدأ الجولة، خلينا نرد على شبهاتك. لا تهرب اخوان، خالف الاتفاق. والله جبان راح يهرب. شوفوا اخواني، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.